في صباح العيد بمدينة متليل الشعانبة ارتفعت أصوات التكبيرات لتوقظ رحال وتملأه روحاً وطمأنينة. ما هذا الصوت الجميل؟ تكبيرات العيد، لكنها مختلفة، فيها إحساس خاص. يبدو أن هذا اليوم سيكون مميزاً. يجب أن أخرج وأرى ما يحدث. حتى الأجواء هنا تشعرني بالعيد. لن أضيع هذه الفرصة. خرج رحال بين الأزقة يتبع هذا الصوت دون أن يعلم أنه على موعد مع تجربة مختلفة. ومع خطواته بدأ يلاحظ أن الطريق لا يقوده إلى المسجد، بل إلى سر آخر من أسرار هذه المدينة. غريب، لا يبدو أننا متجهون للمسجد. عفواً، هل هذا هو الطريق الصحيح؟ نعم، لكننا نصلي في اللبة. في ساحة، أول مرة أسمع بهذا. ستعجبك، هيا بنا. حسناً. لم يعد رحال مجرد زائر، بل أصبح جزءاً من هذا المشهد. هذا الشعور، كأن المكان يناديني. لم أتوقع أن أرى هذا التجمع كله في مكان واحد. يبدو أنني على وشك اكتشاف شيء مميز فعلاً. هناك في ساحة اللبة تجمع الناس من كل مكان، مشهد يجمع القلوب قبل الأجساد. سبحان الله، كل الناس هنا. هذا هو العيد حقاً، يجمع الناس من كل جهة ليتغافروا. وبعد الصلاة تحولت اللحظة إلى فرح مشترك، حيث تختفي الغربة وتظهر روح العيد الحقيقية. تعال معنا، لا تذهب وحدك. شكراً، هذا كرم كبير. العيد يعاش مع الناس. بدأت أفهم ذلك. ومن الساحة إلى البيوت استمرت الحكاية، كرم وبساطة وأناس يجمعهم الود. تفضل، هذا تمر أول طعام الضيف. رائع، كل شيء بسيط وجميل. الأهم أننا معاً. وهذا أجمل ما في الأمر. كيف وجدت العيد هنا؟ في البداية استغربت، لكن الآن فهمت الحقيقة. العيد هنا قلوب تجتمع قبل كل شيء. هكذا انتهى يومه في متليل الشعانبة، وقد تعلم أن العيد ليس فقط مناسبة، بل قلوب تجتمع. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وشاركونا آراءكم في التعليقات.